السلام عليكم. اليوم بدنا عصير الأزبري بس بالبيت. طبعا ما ياخذ وقت، يعني كل الوقت اللي أخذ أقل من 5 دقائق. راح نجيب أول شي الجيلي. هذا الموجود بالسوق. أي طعم أنتو تحبوه. أنا جبت أناناس. كان طيب، بس حسيت البرتقال والفراولة وهاي الشغلات الحامضة تكون أطيب. راح نفتحها. وراح نضيفه كامل بالخلاط. لازم يكون عندكم خلاط من هذا الزين، يعني قوي. بعدها راح نضيف ثلج. أكيد لازم ثلج لأن الأزبري هو الثلج. راح نضيف الجيلي. طبعا هذا كفاني، هذا الجلاس الكبير راح نشوفه آخر شي. وطبعا هنا ضفنا مي، شوية مي حتى بس الثلج وياه يصير. كفاني تقريبا 3 أشخاص أو 3 أشخاص كلش كافي، كان بس جلاس كان كبير. هسه راح نخلطه زين إلى أن يمرد الثلج كله. وعادي إذا ما صار يعني بسرعة عادي طلعوه وحركوا الثلج، بعدين رجعوا خلوه، بس لا تضيفوا مي يعني. لأن إذا راح نضيف مي راح يصير يعني السائل ما راح يكون طيب. الأزبري لازم يكون ثلج ثخين، شي ثلج مجرش هيجي يعني ناعم يكون كلش طيب يصير. هاي الجلاس أنا استخدمت، طلع لي 2 من هذا، بس أنا أكيد ما راح يشربوا هيجي الأطفال، فقسمته يعني بيناتهم تقريبا 3 4 هيجي يطلع. هنا خليت كراميل الأطراف من داخل الجلاس. هسه راح نضيفه. هاي طبعا من خلطت وياي عادي، يعني راح أشيله بعدين ونرجع نخلطه. صراحة كلش طيب يعني، إذا اشتهيته يعني ما مكلف يعني، كلش طيب. مرة ثانية طبعا ضفت ثاني كراميل. إضافات تكون حسب انتو رغبتكم. وطبعا نسويها ويا الأطفال، سهلة ويعني ما بيها خطر، مجرد بس الخلاط هيك الأم تسويه. يعني كان كلش يفرحون بيه، متونسة. هسه كراميل عندي كريمة. إما عندكم انتم مخفوقة عادي أو هاي الجاهزة، أنا استخدمت أسهل صراحة. هاي الكريمة طبعا لازم تكون بالثلاجة، ما تكون بالفريز تكون. ولازم يعني قبل أن نستخدمها نرجع كلش قوي كلش قوي، وبعدين نسوي. وشفتوا بهاي الشكل الحلو طلعت. وهسه راح نضيف كراميل. طبعا إذا عندكم حبشكلات فوقها يعني تصير حلو كشكل وطعمها طيبة. هاي فستق هم خلينا. الفقرة الأهم الأكل. جربوها وبألف عافية.